في خطوة أثارت موجة صدمة وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فرنسا عن فرض قيود صارمة على حاملي جوازات السفر الجزائرية بعد تزايد ما وصفته بالعمليات المشبوهة والتزوير الممنهج المرتبط بهذه الوثيقة التي بدأت تعتبر من بين الأكثر إثارة للريبة داخل الفضاء الأوروبي. ووفق ما كشفته مصادر إعلامية فرنسية، فإن القرار جاء بناء على تقارير استخباراتية تؤكد أن شبكات منظمة تنشط بين الجزائر ومدن أوروبية كمارسيليا وباريس وبروكسل تستخدم الجواز الجزائري في عملية تزوير الهوية والاحتيال على مؤسسات عمومية وخاصة بما فيها طلبات اللجوء والمساعدة الاجتماعية. السلطات الفرنسية شرعت فعليا في تجديد المراقبة على كل جزائري يدخل أراضيها حتى من حامل التأشيرة الرسمية، مع تفعيل آلية تحقق إضافية تشمل البصمات والتحقق من أصل الوثائق، ما يجعل من الجواز الجزائري علامة حمراء في مطارات أوروبا. المثير للسخرية حسب مراقبين أن النظام الجزائري لم يصدر أي تعليق رسمي، وكأن الأمر لا يعنيه، بينما وسائل الإعلامية مشغولة بالحلم الصحراوي والصراعات فارغة. أما الشعب الجزائري فعبر عن غضبه وسخريته في الآنذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: الجواز الوحيد لكي تقيد بدون حرب، شكرا للنظام. وآخر كتب: من جواز سفر إلى جواز مشبوه، الجزائر بقوة الإفلاس. وفي وقت تعاني فيه الجزائر من أزمة شرعية داخلية وأجزاء إقليمية، يأتي هذا القرار الفرنسي ليشكل ضربة جديدة لهيبة الدولة الجزائرية في الخارج، ويعري فشل دبلوماسيتها على الحفاظ على أبسط رموز السيادة. وفي انتظار الرد الرسمي من قصر المناضي، يبدو أن الجواز الجزائري سيبقى تحت المجهر، بل وربما يتجه نحو القائمة السوداء في عدد من الدول الأوروبية، وسط مخاوف من أن تحدث دول أخرى حذو باريس.